كده المجموع يبقى كام؟ كام؟ لؤلؤ، انا بقالي 5 ساعات عمال احسب لك مليم مليم عشان تعرفي اللي ليكي واللي عليكي. ابوس ايدك انا كده هفيص منك. معرفش يا مجدي، وبعدين بطل تزعق لي واحنا في درس حساب. طب خلاص، انا مش هزعق. كده المجموع كام؟ كام؟ لؤلؤ، يا عم انت عمال تقول ارقام عجيبه يا مجدي. ده انا كنت لما بفك 100 جنيه من الكشك كنت بضحك عليه واقول له ان هم 200 عشان اضمن حقي. طب يا ستي، انت عندك في البنك 107 مليون و800 الف، وكمان عندي شيك في الخزنه بتاع منير الصرفي بتاع الاعلان بمليون دولار، هبقى اجيبهولك. طب كان في حاجه كده كنت عايزه اعملها، ولولا ان انا بحبك وعايزاك تشارك لي ثواب ما كنتش قلت لك. عايزه تعملي خير يعني؟ اه. خلاص مش مشكله، قولي لي عايزه تطلعي كام ولمين وانا هبعت حد يديهم لك. عايزه اتبرع ب5 مليون للملجأ اللي اتربيت فيه، بس والنبي يا مجدي تتاكد ان الفلوس بتتصرف على العيال. حاضر ما تقلقيش. في حاجه تاني؟ اه، عايزاك تعمل وديعه للبت مروه ب2 مليون، وعايزاك تشتري لها شقه وتجيب لها عربيه. حاضر. وانت خد 5. هو فيها يا لؤلؤ؟ وانت ناويه تنتحري ولا حاجه وعماله بتوزعي في فلوسك؟ بقى بذمتك ده رد واحد لسه جاي له 5 مليون؟ يا مجدي انت تعبت معايا قوي، ولولاك بعد ربنا ما كنتش وصلت اللي انا فيه ده. الفلوس دي انت ليك فيها كتير قوي، وده اقل من حقك. لا يا ستي متشكرين، انا نسبتي مكفياني. يا سيدي مش لما الشركه بتكسب فلوس بتدي للموظفين اللي عندها مكافآت وهدايا؟ اعتبرني شركه. ماشي يا شركه، على كل اللي شفته في حياتي واللي شفته في الشغلانه دي انا ما قابلتش حد زيك. طب معلش يا استهاني، من دون مؤاخذة يعني، هو الدفعة الأولانية دي بناء عن إيه؟ يعني شان إيه بالظبط؟ عربون محبة للي جاي بينا واللي هقولهولك بعدين قريب. أهم حاجة بس مقابلاتنا دي محدش يعرف حاجة عنها، يا إما زي ما أنت شايف مني الوش الحلو اللي قدامك دلوقتي هتشوف مني وش تاني مش هيعجبك. طب برضك يعني من دون مؤاخذة يعني، هو مين سعادتك؟ وعاوزاني أعمل لك إيه؟ تصدق بتضايق قوي من الأسئلة الرخمة دي، ما بحبهاش. بس لو خدت دول هتفرق معاك أنا مين وعايزة منك إيه؟ لا خالص، ولا تفرق معايا. تصدقي وتؤمني بالله، أمي ذات نفسها ما تفرقش معايا. الفلوس يا هانم أهم بند في الدنيا دي. اللي معاه فلوس يساوي، واللي ما معهوش بقى ما يلزموش. كنت متوقعة ردك وعجبني. خدامك يا أستاذ هانم، وخدام لقمة العيش الحلوة اللي بتجيني من الناس الحلوة اللي زي سعادتك كده هو. طب رد على تليفونك. ما تشغليش بالك يا أستاذ هانم، دي نمرة من اللي فيها أصفار كتير قوي. تلاقيه يعني شركة المحمول بيتصلوا بيا عشان أسدد لهم اللي أنا استلفته. أصلك اليومين دول المعايش وأنا بكح أسفلت ساعات. وريني تليفونك. اتفضلي. ده طارق بيه، رد إيه؟ عليه بسرعة. أنا وخلي أسود. بالك بس هتقول له إيه. طارق بيه؟ اوعى تقول له إن أنت معايا. طيب. الو، طارق مين؟ طارق باشا، لا مؤاخذة يا باشا، معلش اصلك النمرة يعني، انا برضك قلت ان النمرة دي لحد تقيل قوي من الناس التقال اللي زي سعادتك كده. بكرة الصبح تكون عندي في المكتب الساعة 10، وأتمنى إن الموضوع اللي أنت عاوزني فيه يكون موضوع مهم، عشان أنا مش فاضي. سلام. ممكن تحضني؟ أكيد. وتقفل موبايلك للصبح. حاضر. بحبك قوي قوي وانت مطيع. ولما ببقى مش مطيع بتكرهيني؟ لا بالعكس، بحبك اكتر وببقى هتجنن عليك. لا والنبي بلاش جنان، ده احنا ما صدقنا. كده انا بعتذر لك عن اي حاجة زعلتك فيها او اي موقف ضايقك مني.
مش عارفة أقول لك إيه. أنا بجد كنت محتاجة سربرايز زي دي، بس برضه ما كانش ينفع تيجي عليا في شغلي عشان احنا النهارده مش عايزين نتكلم في الشغل خالص. النهارده انا بحتفل بيكي وبس. انت كل عمري. القمر ده القمر ده. لو قادر اجيب لك كل الورد اللي في الدنيا هلف على ورده ورده واقطفها لك، لان انت تستحقي كل حاجه حلوه في الدنيا. الله الله، ده هيمن على الاخر، مش زي ما كنت فاكره. ده البواب بيقول لي في واحد لابس دليفري وفضل مستني الهانم بالساعات، لولا ان هو كان هيطلب له الامن. مشي. ما تحني يا جن على الواد بكلمه بقى. وانا فاضيه له. ماشي، انا هروح التلاجة اجيب لي حاجه كلها. اجيب لك حاجه معايا؟ الو. بص انا عارف انك اكيد بتتلخبطي ما بيني وما بين الاف المعجبين. لا الاف ايه دول، اكيد ملايين. بس انا متاكد ان مفيش حد صارف ومكلف زيي وبيجيب ورد كل يوم. على فكره ذوقك وحش. هنقفل دلوقتي وفي خلال ثانيه واحده بس تصوري لي الاوضه اللي انت فيها، ولو ما طلعش فيها الورد يبقى انا فعلا ذوقي وحش، بس لو طلع فيها بقى يبقى تقابليني. على فكره نصح انا قاعده في الصاله. يبقى انت حاطاه في الصاله. طب قولي المصحف كده انه مش جنبك وانا هصدقك. يبقى جنبك. هتقابليني امتى بقى؟ نتقابل ليه؟ يا ستي عشان انا معجب وليا حق عليكي. لا، موضوع المقابلات والحوارات دي انا ماليش فيها. ايه، في حاجه ولا ايه؟ لا ولا حاجه، دي قط. طب بصي، قابليني مره واحده بس وبعد كده بقراري. طيب هفكر. ايه بقى، توافق؟ يا سلام، وايه اللي خلاك متاكد بقى؟ ما انا ممكن اقفل واعملك بلوك. لا، ما هو انت لو عملتي لي بلوك انا هجيب خط تاني واكلمك منه، وهفضل اجيب لك ورد كل يوم لحد باب بيتك لحد ما فلوسي تخلص. هستلف فهتداين، فيبقى عليا كمبيالات بقى وشيكات وهتسجن بسببك. ليه بقى؟ احنا ايه اللي هيوصلنا لكده اصلا؟ يعني يرضيكي مستقبل شاب في عز شبابه كده يروح بسببك؟ بصي، انا هقفل معاكي وهكلمك بعد 5 دقايق تكوني فكرتي. ياه، وجاي على نفسك كده ليه؟ 5 دقايق بحالهم؟ ما تخليهم دقيقه احسن. خلاص، هي دقيقه واحده واكلمك. يلا سلام. متخلف. بقول لك ايه، انا في الاول كنت حاسه ان الواد ده مش جد، بس زنه الكتير ده ما يدلش غير على انه بيحبك فعلا. لؤلؤ، سيبك بقى من طارق ده وكفايانا هم والنبي. انت ما تعرفيش لما بشوفك مغمومه انا بتغم ازاي، ولما ضحكتك بترجع لك الدنيا ما بتبقاش يعني من الفرحه. بقولك انت بتاكلي ايه؟ جبنه رومي. لما تعمليه واحد. ما قلنا كده من الاول. ماشي. الدقيقه عدت على فكره. لا، اصل انا جيت اكلمك لقيت الرصيد خلص وكنت رايح الكشك احول رصيد عشان اكلمك. لا، ما تحاولش رصيد ولا حاجه. انا خلاص فكرت واخدت وديت مع نفسي، ولقيت انه عادي الفنان لازم يتواصل مع جمهوره عشان يعرف الجمهور عايز ايه. شوف انت عايزاني نتقابل فين وامتى وانا تحت امرك، لو عايزاني من الفجر هبقى عندك. انا هظبط مواعيدي واكلمك. ماشي. ربنا يفرحك يا شيخه زي ما انت مخليني طاير من الفرحه دلوقتي. ماشي، سلام. وانت بقى عاوز ايه من لؤلؤ؟ انا عاوز ايه من لؤلؤ؟ لا سعادتك، انا عاوز لها مش عاوز منها. اخلص يا سيد علشان انا عارف كل الحكايات القديمه، فما تحورش. اخلص.
كذبا يا باشا، كذبا وبهتانا. ما علينا، مش موضوعنا. عاوز ايه من لؤلؤ؟ ما انا قلت لسعادتك يا باشا، انا مش عايز منها حاجه خالص، انا عايز لها. ماشي يا سيد، عاوز لها ايه؟ هي يعني لما تبر ابوها اللي هو انا وتساعده، يعني مش ده برضك يعني يبقى في خير ليها يعني، ويتحسب لها في ميزان حسناتها سعادتك؟ وبر ابوها ده اللي هو ازاي يعني؟ حته ميكروباص كده صغنن محندق، اكل من وراه لقمه عيش يعني، وهو برضك يعني يساعدنا انا، وفي نفس ذات الوقت مش هيقل يعني من تل الفلوس اللي عندها اللي عامل زي الرز ده. يا ساتر يا رب. بص يا سيد، انا عارف انك انت راجل واطي والعفانه بتجري في دمك. الله يحفظك يا باشا. بس انا برضو هديلك اللي انت عاوزه. انا هكتب لك شيك دلوقتي بفلوس اكتر من تمن الميكروباص، بس على شرط اوعى تقرب ناحيه لؤلؤ. لو هي عزتك هتعرف توصل لك، تقرب انت هقف لك انا. تمام؟ تمام يا باشا، ربنا يرضيك ويرضى عليك ويعلي مراتبك كمان وكمان يا باشا. اخلص بقى. هي امها فين دلوقتي؟ امها ماتت يا باشا. الله يرحمها. مساء الخير، مش ده بيت نهال سليم؟ ايوه، انت مين يا حبيبتي؟ انا من بنتها.